مثل أي ابن عم يلبس بده يطلع مشان يجيب الخبز لأمه وأخواته وأهله. حاطط راسي في الأرض وعم بمشي وأملي بالله كبير. بطلع من غرفتي وبروح مشان أروح أجيب. تجي أمي وراي وببوس إيدها وبقلها رضاك يا أمي. بتبسلي راسي بتقلي روح الله يرضى عليك. بمشي هيك لا بلاقي خبز ولا بلاقي حدا بالشوارع، لحالي ضايع ما عم بعرف شي، ما بعرف شو بدي ساوي. بطلع حوالي يا الله وين الناس وين العالم. يجي صوت قذيفة وبهرب فورا برقد هيك ولا بلاقي ولد صغير قاعد يا حرام. قال له وينك ايش بدك يا عمو وين اهلك؟ بقولوا لي ما بعرف عمو. ببوسه هيك وبقول له حبيبي عود خليك هون، انا هلا شوي وبرجع لك لانه في قناص. تمام. بيقول لي ماشي يا عمو. بقوم برقد هيك ولا بشوف شجرة اتخبى وراها وما بعرف شو بدي ساوي يا الله. بقعد هيك تعبان وعم بيجي اصوات، في اصوات روسيات وما روسيات. انا خايف وعم بقول يا الله شو بدي اعمل. بشغل لي هالسيجارة وبقعد افكر بقى كيف بدي ارجع على البيت. اكيد هلا امي عم تقول وينه. وعم طلع هيك حوالي يا الله شو بدي اعمل وهيك بخوف وما عم بعرف شو بده يصير. صوت الروسية ما عم بيوقف، ضرب ضرب وانا خايف انه امي تنزل دمعة علي. يا الله. فجأة بوقف كل شي وبضل عم بشرب السيجارة وخايف اقوم لانه انا بعرف في قناص. صوت قناص عم بيجي من ورا. يا الله شو بدي اعمل؟ اقوم ما اقوم؟ انا بقوم بحاول اطلع هيك ولا القناص بضرب. ما راح اعرف شو راح ساوي، ارقد ولا شو؟ امي عم تستناني ولا الولد؟ شو بدي اعمل؟ باخذ نفس عميق وبقول يا الله. برقد هيك طلع حوالي ولا قناص براسي. ضاع الحلم وامي والولد وما ضل حدا.